2026 دخلات. باش يكون هاد العام مميز على الأعوام اللي فاتوا، خاصنا نستقبلوه بالتغيير، وخاصنا نغيروا راسنا أولا ونطوروا من ذاتنا. في هاد الفيديو غادي يكون عبارة عن مجموعة من النصائح لاستقبال العام الجديد وتجديد حياتنا معه. يكون عام مليء بالإنجازات وتحقيق الأمنيات والراحة النفسية كذلك. غادي ندير معاكم روتين ديالي، وبيبدو غادي نقدم لكم مجموعة من النصائح، وانا كنقول لكم حبذا لو تركزوا على الهضرة ديالي اكثر من الصورة، لان الكلام مهم جدا ومفيد لكم. قبل بدء في ذكر اول خطوة او اول نصيحة في هذا الفيديو، فضلا وليس امرا اللي كتشوف القناة ديالي لاول مرة ما تنساش تشارك معايا في القناة، تفعيل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد، الا تنساي لايك وكومنتير زويون بحالك. واجي نبداو على بركة الله في اول خطوة في هذه الفقرة عندنا، او اول نصيحة. اول خطوة وهي استقبال العام الجديد بلوك جديد، نيو لوك او جلو اب او تغيير اللوك او العناية بالذات بصفة عامة، لأن التجديد في الحياة يساوي نفسية جديدة، بالأخص عندنا حنا الإناث. فاش كتغيري اللوك ديالك كتحسي بالراحة النفسية، والراحة النفسية كتعطيك قوة، وبديك القوة تقدر تغيري بزاف ديال الحوايج في حياتك وتطوري ذاتك للأحسن. أول حاجة نقدروا نبداو بها التغيير وهي التغيير في الشعر. نقدروا نبدلوا لاكوب ديالنا ديال الشعر، كيما نقدروا نديروا ليه واحد السوا ديال بروتاين، نحيدوا ليه لي بوينت، نقطعوا لا فرانج، نبدلوا الشكل ديال لا فرانج. المهم نغيروا اللوك. وإلا كنتي ما كتبغيش تقيسي في شعرك، تقدري تكتفي فقط بلي سوا ولا الوصفات الطبيعيه، كيف ما تقدري حتى تغيري اللون ديال شعرك. الا كانوا هاد الاعوام كاملين عندك نفس اللون وبغيتي ديري واحد التغيير، تقدري كذلك تبدلي حتى اللون ديال شعرك، وغادي يكون واحد لا شونج زويون في حياتك. دابا غندوزو الخطوه الثانيه او النصيحه الثانيه للعنايه بالذات او تغيير اللوك. ودابا غندوزو للعنايه بالبشره. كيف ما اعتنينا بالشعر خاصنا نعتنيو حتى بالبشره ديالنا، واحسن حاجه تقدري ديري البشره ديالك وتبداي بها العام الجديد وتبداي بها نفسيه جديده، وهي واحد لو سوا او واحد تنظيف عميق للبشره. سواء كان عندك فليسات تقدري تمشي ديريهم في لي سونتر او لي صالون، الا ما كانش عندك تقدري ديريهم غير في الدار. مكونات طبيعيه ومنتوجات طبيعيه، راني حاطه بزاف ديال الفيديوهات خاصين بسكين كير وبتنظيف البشره والعنايه بالبشره. وكذلك الا ما بغيتيش تدخلي عندي انا، تقدري تكتبي غير في اليوتيوب او في جميع مواقع التواصل الاجتماعي طريقه العنايه بالبشره طبيعيا او غير طبيعيا، غيطلعوا لك الالاف ديال الفيديوهات. وخدي الطريقة اللي تناسبك بالمكونات اللي يناسبوك وطبقيها. أهم حاجة هي العناية. كيف ما اعتنينا بالشعر واعتنينا بالبشرة، خاصنا نعتنيو كذلك بالصحة ديالنا، الصحة الجسدية وكذلك الصحة النفسية. خاصنا نستقبلوا العام الجديد وحنا بصحة جيدة وكذلك بنفسية جيدة. وغادي نبداو من دابا. أول حاجة باش نتهلاو في الصحة الجسدية، خاصنا نتناولوا طعام وأكل صحي، كذلك نحاولوا ما أمكن نتناولوا الوجبات اليومية في الوقت ديالها، وننظموا الوجبات اليومية، حيث إلا كانت الوجبات اليومية مخربقة وما كتناولوهاش في الوقت ديالها، كذلك الجهاز الهضمي غادي يتخربق لينا وما غاديش يكون في صحة جيدة. كذلك باش نحافظوا على الصحة الجسدية ديالنا، خاصنا نمارسوا الرياضة وكذلك نشربوا الماء بكمية مهمة اللي كيحتاجها الجسم ديالنا في اليوم. كذلك نحاولوا ما امكن ناخذوا قسط كافي من النوم باش يرتاح لنا الجسد ديالنا. نحاولوا ما امكن نوليو نعسوا مزيان او نعسوا بكري ونفيقوا بكري وننظموا الوقيته ديال النعاس ديالنا. كونوا اكيدين الا طبقتوا هاد النصائح كما يجب، راكم غادي تحصلوا على صحة جيدة طوال الوقت. من بعد ما سالينا الصحة الجسدية، دابا غادي ندوزو للصحة النفسية. باش نحافظوا على الصحة النفسية والراحة النفسية ديالنا، نحاولوا ما امكن نبعدوا من ستريس، نبعدوا من اي حاجة كتقلقنا، نبعدوا من اي حاجة كتعصبنا، نبعدوا من اي شخص سلبي في حياتنا وكيعطينا غير الطاقة السلبية وما كيعطينا حتى شي حاجة زوينة. نبعدوا من اي حاجه كتعصبنا وكدير فينا وكتجيب لنا التوتر والقلق. ونحاولوا ما امكن نحافظوا على الهدوء ديالنا في اي وقيته وفي اي موقف. ودابا غادي ندوزو الخطوه المواليه واهم خطوه في هذا الشيء كامل اللي عندنا،
أول حاجة تقدري تبداي بها العام الجديد أو تفتتحي بها العام الجديد وهي الصلاة. إلا كنتي من النوع ديال الناس اللي ما كيصليش، فعليك حبيبتي تبداي بالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والدعاء. البنات أحسن حاجة تقدروا ديروا في هاد الحياة وهي الصلاة وقراءة القرآن والدعاء الله سبحانه وتعالى. هادشي كيحقق لكم المعجزات. أي حاجة باغا توصلي ليها في حياتك، توضاي وصلي الله سبحانه وتعالى وطلبي على أي حاجة بغيتي، غادي يحققها لك الله سبحانه وتعالى. وزيادة عن ذلك واحد الراحة النفسية، واحد الطمأنينة كتولي تحسي بها، زائد شفاء لكل داء. أي حاجة كتعاني منها أو أي مرض كتعاني منه غادا تولي كتحسي براسك أنك مرتاحة. من بعد ما طبقنا هاد الشي كامل كنوليو نحسو بواحد الراحة النفسية وواحد القوة، وكنحسو بأننا قادرين نديرو بزاف ديال الحوايج. هنا غادي المرحلة أو غادي الخطوة ديال تحديد الهدف. غادي ناخدو واحد الورقة وستيلو، غادي ندخلو لواحد البيت وغادي نسدو علينا وغادي نبداو ندونو في هذيك الورقة وستيلو، غادي نحدو الهدف ديالنا ولاش باغي نوصلو، ونحطو الحوايج اللي ما حققناهمش اللي ما وصلناش ليهم في هاد الاعوام الفايته وبغيتو تحققوهم في هاد العام هذا. نكتشفوا راسنا، نكتشفوا المواهب ديالنا، نشوفوا شنو هما نقاط القوه ونقاط الضعف ديالنا، شنو هما الاشياء اللي غيزيدوا بيا القدام وشنو هما الاشياء اللي ديجا وقعوا ليا بسببهم مشاكل. كذلك الاشخاص اللي ما عندي ما ندير بهم في حياتي، اللي ما زايدني حتى شي حاجه نقدر نخرجهم من حياتي، ونقدر نتعرف على اصدقاء وعلى أناس جداد بطاقة إيجابية اللي غيزيدوا بيا القدام. حيت حتى هداك المحيط والانتوغاج اللي حنا عايشين فيه إلا كان غير لائق ومحيط بناس غير لائقين، كذلك غادي يأثر لنا على الشخصية ديالنا وعلى الحياة ديالنا وغادي يخلينا واقفين في بلاصتنا. كذلك نحاولوا ما أمكن نستقبلوا هذا العام الجديد بكل ثقة في النفس، لأن الثقة في النفس كتحلينا بزاف ديال الآفاق وكتخلينا نفتحوا على بزاف ديال الحوايج اللي كيساعدونا على تطوير الذات. والثقة بالنفس كذلك كتخلينا نكتسبوا قوة الشخصية أو شخصية قوية. والشخصية قوية حاجة مهمة. إلا ما كانت شخصيتك قوية في هذا الوقت الحالي هذا، فعرفي راسك أنك غادي تضيعي في بزاف ديال الحوايج وغادي يتهضموا ليك بزاف ديال الحقوق ديالك وما غاداش توصلي لبزاف ديال الحوايج خاصك توصلي ليهم انت. لهذا حاولي ما أمكن تستقبلي هذا العام الجديد بشخصية قوية وبكل ثقة بالنفس. إلا كان كيعجبك هذا النوع ديال المحتوى خليها لي في الكومنتير، وإلا بغيتي فيديو مفصل على كيفاش أو خطوات كيفاش تكتسبي شخصية قوية وكيفاش تكتسبي ثقة بالنفس خليها لي في الكومنتير. إما تنسايش لايك الفيديو، وإلا كنتي مازال ما تابونيتيش معايا خلي ابوني وفعل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد.